إيجابيات القوات المسلحة وعقيدتها تجاه شعب مصر العظيم لن تتغير. يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. إن تلك الكلمات هي أصدق تعبير عن عقيدة القوات المسلحة الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي لمصر، وهي ثقافة ينهل من معينها العدل أجيال متعاقبة من القادة والضباط وضباط الصف والجنود على مر العصور. وبعد أن أوفت القوات المسلحة بعهدها لشعب مصر وقامت بتسليم مسؤولية إدارة شؤون البلاد إلى الرئيس المنتخب، عادت إلى ثكناتها وإلى مهمتها الرئيسية، تواصل الليل بالنهار لاستعادة كفاءتها والارتقاء بروحها المعنوية وتحديث أسلحتها ومعداتها وتطوير أنظمتها القتالية والفنية والإدارية بما يتناسب والتحديات التي تواجهها في الدفاع عن أمن مصر وسلامة شعبها. كما اهتمت القوات المسلحة في تلك المرحلة بتوحيد المفاهيم حول كثير من الأمور المتعلقة بدورها ومهامها والعدائيات المنتظر مواجهتها. احنا الدم اللي بيجري في عروقنا يا ابني بيحب بلده، بيحب مصر. الدم اللي بيجري في عروقنا دي بيحب مصر وشعب مصر، بس مفيش حاجة تانية. انا بقول لكل الناس واقسم بالله على ذلك، الدم اللي بيجري في عروقنا دي لمصر واهل مصر بس. من خلال عقد اللقاءات الدورية للقائد العام ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مع القادة والضباط والصف والجنود في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. القوات المسلحة لن تسيس ولن تتحزن ومش هتتجر أبدا غير انها تبقى مؤسسة وطنية مسؤولة عن مصر والشعب المصري كله. الأمر ده مش هيتغير أبدا. أنا دايما أقول إن الجيش هو الكتلة الصلبة في مصر وهيظل الكتلة الصلبة في مصر. الجيش المصري ده أسطورة وطنية زي ما بقول كده، أسطورة وطنية. ولم تغفل القوات المسلحة وهي تؤدي دورها الرئيسي عن المخاطر المحيطة بالأمن القومي، حيث تقوم عناصرها بجهود خارقة لتأمين ومراقبة الحدود، وتمكنت أيضا من ضبط عشرات الآلاف من قطع السلاح وأطنان الذخائر والمواد المخدرة وكثير من المتسللين عبر أراضيها. كما تقوم تلك العناصر باكتشاف وتدمير الأنفاق التي تعبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، لما تمثله من خطر داهم على أمن مصر القومي. وعايز أفكر نفسي وأفكركم إن احنا موجودين هنا على الأرض الغالية، أرض مصر في سينا هنا، علشان مش هنسمح أبدا لهذا الجزء العظيم من بلدنا إنه يتعرض لأي تهديد. كذا قيام عناصر قتالية من القوات المسلحة بتأمين القطاعات الرئيسية والأهداف الحيوية في سيناء ضد الأعمال العدائية والإجرامية التي تقوم بتنفيذها عناصر إرهابية ومجموعات جهادية. ويقوم القائد العام للقوات المسلحة من حين لآخر بتفقد القوات القائمة بأعمال التأمين في ذلك الاتجاه،
ويصدر توجيهاته للقوات بضرورة اليقظة والاستعداد للتصدي بقوة وحزم للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون. ولا نسمح أبدا محمد بتواجدكم معانا أنت ورجالتك هنا، لأن هذا المرفق في قناة السويس اللي هو حيوي جدا لمصر وحيوي جدا للعالم إن حد يهدده أو يشكل خطورة عليه أبدا. كما يحرص على لقاء شيوخ وعواقل سيناء ويثمن دورهم الوطني في مساعدة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، ويناشدهم مواصلة عطائهم ومعاونة قواتهم المسلحة والشرطة في فرض الأمن وهيبة الدولة على ربوع سيناء، كما يتجاوب مع مطالبهم بتوفير كثير من الخدمات الضرورية التي تسهل سبل العيش لهم ولذويهم. وفي مجال الحفاظ على الأمن في ربوع مصر تقوم القوات المسلحة بالتعاون التام والتنسيق المستمر مع قوات الشرطة، وذلك بعقد العديد من اللقاءات التنسيقية على كافة المستويات وتحديد الإجراءات المشتركة التي تدعم جهود عناصر الشرطة في مجال حفظ الأمن وفرض النظام والقانون. دايما نقول الجيش الشعب الشرطة ايد واحدة، الجيش الشرطة الشعب ايد واحدة، احنا بنعمل كده عشان خاطر. وتساهم القوات المسلحة بإمكانياتها الذاتية على مواصلة تنفيذ استراتيجياتها لمعاونة أجهزة الدولة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية. وتعكس هذه الجهود بجلاء حرص القوات المسلحة على أداء دورها التنموي والإنساني في خدمة شعب مصر العظيم، بالإضافة لدورها الرئيسي في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. وبالرغم من أن القوات المسلحة قد أعلنت مرارا أنها لن تنشغل بالشأن السياسي، إلا أن ذلك لم يكن يعني أن تغفل عن متابعة الأوضاع الداخلية وما ينتابها من صراعات وتجاذبات بين كافة القوى والتيارات السياسية. وقدمت للقيادة السياسية عروضا استراتيجية حول التهديدات والمخاطر التي تحدق بالوطن والمقترحات المناسبة لمواجهتها ودرء مخاطرها، إلا أن القيادة السياسية لم تأبه بما قدم لها، واستمر الأمر يتصاعد ويتعقد حتى بلغ ذروته عند قيام الرئيس بإلغاء حكم المحكمة الدستورية وإعادة مجلس الشعب رغم عدم دستوريته، وإصدار إعلان دستوري يحصن قراراته. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وإنشائه لجنة لوضع الدستور يغلب عليها التيارات الإسلامية، وهي الإجراءات التي أدخلت الرئاسة في صراع سياسي مع القضاء ورموزه في النيابة العامة والمحكمة الدستورية، وصراع جدلي مع بقية التيارات الوطنية. وزاد الأمر تعقيدا انسحاب العديد من الرموز الوطنية المشاركة في وضع الدستور اعتراضا على توجه أعضاء التيار الإسلامي للموافقة على مواد خلافية تحقق مصلحتهم الحزبية على حساب المصلحة العامة. انسحب ممثل الكنيسة واتحاد العمال وأخيرا ممثل نقابة الصحفيين. الأمر الذي أدى لتصاعد الموقف وتعدد المواجهات الدامية بين المؤيدين والمعارضين، والتي نتج عنها سقوط الكثير من الضحايا. وظهر واضحا للجميع
أن الأمور تسير نحو أزمة خانقة تعوق مسيرة مصر لتحقيق أهداف ثورتها وطموحات شعبها. وفي ظل ذلك الوضع المتأزم، بادر السيد القائد العام للقوات المسلحة أثناء حضوره لقاء مشتركا بين ضباط الجيش والشرطة في نوفمبر 2012 بطرح مبادرة للحوار الوطني دعا إليها كافة رموز القوى السياسية والوطنية والدينية. لازم الفرصة دي أنا لوحدي وكل زمايلي من ضباط الجيش والشرطة إن إحنا بكرة شهر الساعة 8 في نادي الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. أنا بوجه الدعوة لكل الشركاء من أول السيد رئيس الجمهورية. إحنا بكرة هنقعد مش هنتكلم خالص لا في سياسة ولا في استفتاء ولا هنتكلم خالص في حاجة أكتر إن إحنا هنقعد مع بعض كمصر. واستجابت لتلك الدعوة جميع القوى الوطنية، غير أن الرئاسة رفضتها في اللحظات الأخيرة. واستمر الوضع يتفاقم مع تردي الأوضاع الاقتصادية وظهور العديد من الأزمات المجتمعية. احنا بقالنا تقريبا 3 أشهر بنحاول ان المية تصل لكل بيت بصف متر، وده اقل حقوق اي كائن حي. البلد ضايعه، العيش اتغش وكل حاجه اتغش عشان مش لاقيين رقيق. سننجز دستورنا دون سلق. وفي حضوره لإحدى الفعاليات بالقوات المسلحة، تحدث القائد العام أمام الحضور أن القوات المسلحة لم تهدر نقطة دم واحدة لأي مصري، وحرصها الدائم على أمن وسلامة أبناء الوطن على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم. بس أنا عايز أقول لكم ما تقلقوش أبدا على بلدكم مصر. احنا كنا بنناضل عشان ما نأذيش أي مصري، بنناضل مش منعين، كنا بنناضل بنحارب عشان ما يتأذيش أي مصري. قعدنا 18 شهر دول عشان مصر تفضل مصر، وهتفضل مصر، هتفضل. المصريين لما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها. ثم تكررت رسائل القائد العام للقوات المسلحة إلى القيادات السياسية وإلى المواطنين عبر أحاديثه وكلماته في المناسبات المختلفة، والتي يؤكد فيها وقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب دون تفرقة أو تمييز. فأخذنا على عاتقنا مد يد العون في خطة التنمية وإنشاء مشروعات عدة من طرق وبناء مدن سكنية ومستشفيات وغيرها من المشروعات التنموية بجميع محافظات مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إيمانا منا بأن القوات المسلحة تقف بجانب شعبها في خندق واحد كعهدهم بنا دائما. ويحذر كل من يعبث بأمنها أو يتطاول عليها أو يسيء لقادتها ورموزها. الجيش ده نار. الجيش ايه؟ نار. لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه. الجيش نار، لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه. خلي بالكم. عايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم،
كفنانين وإعلاميين ومثقفين، من فضلكم اعرفوا ثقافة الجيش. الجيش الكلمة تخدشه، النار ما تخدشوش، النار ما تخدشوش، لكن الكلمة من أخوه ومن أهله تخدشه. وتزايدت التيارات المعارضة للرئيس وسياساته مع وضوح انحيازه لجماعته وتوجهاتها في معالجة الموقف، ورفضت تلك التيارات حضور لقاءات الحوار التي دعت إليها الرئاسة بدعوى عدم وضوح جدول أعمال يتضمن النقاط محل الخلاف. كما ظهرت حركات وائتلافات سياسية للشباب تنظم حملات للتظاهر يوم 30 من يونيو في مناسبة مرور عام على تولي الرئيس مقاليد الحكم، وتدعو الرئيس لإجراء تعديلات دستورية وتطالبه بتغيير الحكومة القائمة والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس التجاوب مع تلك الدعوة، ثم قامت الجماعات المؤيدة له بتنظيم لقاءات جماهيرية حاشدة بدعوى مناصرة سوريا، وفيها قام بعض الشخصيات الإسلامية بمهاجمة الرموز الوطنية من أعضاء الهيئة القضائية والمفكرين والأدباء والإعلاميين، والدعوة على كل من لا يناصر الرئيس ويتقبل شرعيته من أبناء مصر، بل والدعاء بالخزي والخسارة على كل من لا يناصر الرئيس ويتقبل شرعيته من أبناء مصر. وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يجعل يوم 30 من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين. وبدأت الأمور تدخل في نفق مظلم لا يرى فيه بصيص ضوء أو بارقة أمل. وفي ظل هذه التطورات السريعة صدر بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 23 من يونيو يوضح خطورة الموقف على الأمن القومي المصري، ويحدد خلاله مهلة لمدة أسبوع لتآلف مختلف القوى السياسية والوطنية للوصول إلى خريطة مستقبلية لمصر. القوات المسلحة تدعو الجميع وبدون أي مزايدات إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها. وإحنا عندنا أسبوع، لدينا أسبوع. هقولها مرة كمان، بقول القوات المسلحة تدعو الجميع، تدعو الجميع وبدون أي مزايدات إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها. ولدينا أسبوع يمكن أن تحقق فيه الكثير، وهي مرة أخرى دعوة من أجل الحاضر والمستقبل، دعوة من أجل الحاضر والمستقبل. احنا اتكلمنا وقلنا دايما ان احنا لا ضد حد ولا مع حد، احنا بنتعامل مع كل المصريين بطوائف هذا الشعب، لكن إرادة شعب مصر دي إرادة احنا موجودين عشان نحميها. إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا، ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف. ويخطئ من يعتقد أنه يمكن الوقوف أو التصدي أمام هذه الإرادة أو مجابهتها بالعنف، ونحن مسؤولون أو مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية إرادة هذا الشعب العظيم. وزادها سوءا الخطاب الذي ألقاه الرئيس بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في حضور القوى المؤيدة له، والذي استغرقه في مهاجمة معارضيه ولم يقدم من خلاله شيئا يلبي مطالب الشعب الذي تعاظمت حشوده في مختلف الميادين والشوارع. أحمد شفيق من الثوار. طيب،
عليه في قضية متداولة له، راجل مطلوب للعدالة، مكرم محمد أحمد. نقابة الصحفيين قامت عليه وطلعته واختارت حد تاني، أحد أعضاء الدايرة القضائية اللي بتنظر القضية بتاعت شفيق دي، علي محمد أحمد النمر. هو ضمن 22 واحد مفروض يحالوا للتحقيق والصلاحية بسبب التزويرات دي. وأخذت تلك الحشود تصاعد من سقف مطالبها في مواجهة عناد الرئاسة وتنادي بإسقاط النظام. وظهر واضحا أن مصر بهذا الشحن المروع تنزلق نحو صدام وشيك وصراع دموي قد يتطور إلى حرب أهلية، كما وضح أن الرئاسة غير مدركة لخطورة الوضع، ظنا منها أنها فورة حماس لا تلبث أن تخمد كمثيلاتها من دعوات التظاهر الكثيرة السابقة. غير أن الأمر في ظل حالة التصعيد المتزايد واتجاه القوى الثورية والإسلامية للحشد والحشد المضاد في جميع الميادين والشوارع، والذي بلغ ذروته يوم 30 من يونيو، شرعت القيادة العامة في اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لتأمين الأهداف الحيوية بالدولة. أعقب ذلك إصدار بيان للشعب يوضح المخاطر المحيطة بمصر وأهلها جراء ذلك التصعيد المتسم بالعداء والتهديد للأمن الوطني ولأبناء الشعب على اختلاف طوائفهم. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة. غير أن الرئيس في مواجهة تلك التطورات الخطيرة ألقى خطابا للشعب في اليوم التالي ليوجه حديثا مطولا يحمل لغة التهديد والوعيد، ويخبر فيه الجماهير الغاضبة في الميادين بين الانصياع للشرعية وبقائه في منصبه، أو مواجهة عواقب تمردها وخروجها على الشرعية. الشرعية ديت هي الضمان الوحيد علشان نحافظ على بلدنا ونمنع سفك الدماء وننتقل إلى مرحلة جديدة. ولذلك رسالتي إليكم جميعا، إلى زي ما قلت المعارضين الذين يحرصون على الديمقراطية وعلى تداول السلطة وعلى الشرعية، أني متمسك بهذه الشرعية، والحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي. وكان ذلك الخطاب بمثابة صدمة مروعة للجماهير والقوى الوطنية التي خرجت في حشود مليونية غير مسبوقة تنادي بإسقاط النظام. وعند تلك اللحظة الفارقة كان لابد للقوات المسلحة أن تتدخل في الموقف لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الأمن ومنع صدام الجماهير واقتتالها في الميادين والشوارع. ثم دعت القيادة العامة ممثلي القوى الوطنية للاجتماع والتشاور حول خارطة طريق تحدد مسار الأمة في اجتياز تلك الأزمة. وبعد انتهاء مهلة 48 ساعة وفي يوم 3 من يوليو تعلقت أعين الملايين من أبناء شعب مصر في الميادين والشوارع والبيوت، وتعلقت معها آذان العالم أجمع انتظارا لقرار القوات المسلحة، وهي تعلن وقوفها إلى جانب الشعب واستجابتها لإرادته. وكان بيان القائد العام للقوات المسلحة إلى شعب مصر في حضور ممثلي القوى الوطنية والدينية والسياسية والشبابية، وهو يحدد خارطة الطريق ويعلن سقوط النظام تلبية لإرادة شعب مصر. وكانت لحظة تاريخية قلما يجود الزمان بمثلها. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب.
بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تهيئ القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء. مصر رجعت تاني لأغلبها، رجعت تاني زي ما هي، رجعت تاني لكل المصريين. طول عمرك يا مصر أملنا لولادنا ومستقبلنا، الشعب العظيم بيعزز والجيش اللي صايم عزز، بدينا نحقق مجد لسنين الكفاح وعملنا. وحد يا بلدنا في قلوبنا بنيتا وبدنا، بالحب نرجع أمجادنا والوحدة دادنا وراسنا المال. يا مصر يا بلدنا ومستقبلنا، الشعب العظيم بيعزز والجيش اللي صايم عزز، بدينا نحقق مجد لسنين. وهكذا تثبت القوات المسلحة المصرية أنها مدرسة الوطنية الأولى والحريصة دائما على أمن الوطن وصون كرامة الشعب وتحقيق إرادته. فالشعب هو مصدر السلطات، ومخطئ من يدعي أن ما قامت به يعد انقلابا على الشرعية، فهذا ليس نهجها ولا يمثل معتقدا في عقيدتها. وهي تدعو جميع القوى الوطنية والمخلصين من أبناء الشعب لتحمل مسؤولياتهم في عبور تلك الأزمة كي تحقق مصر بتكاتف أبنائها وباستجماع قواها وقدراتها أهداف ثورتها، ولتبلغ المكانة اللائقة بتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها العظيم.